السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تنطلق مباريات الدور الثاني في الدوري المصري النهارده ان شاء الله الساعة 8 الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي. زي ما احنا عارفين ان الدور الثاني في الدوري المصري مش هيبقى دور ثاني كامل عشان يشيلوا السقف طبعا بنهزر. هيبقى طبعا سبع فرق هيلعبوا 6 مباريات بنفس النقاط اللي صعدوا بيها من الدور الاول، يعني الاهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا، المصري، سموحه، انبي. الفرق اللي صعدت طبعا 7 مراكز الاوائل في الجدول الدوري، دول هيلعبوا مع بعض على منافسه بطل الدوري. زي ما انتم عارفين النهارده طبعا زي ما قلت لكم الزمالك في مواجهه المصري البورسعيدي الساعه 8. بيراميدز مريح الجوله دي باي. بعد بكره هيكون الاهلي بيلاعب فريق سيراميكا كليوباترا. طبعا في فرقه كل اسبوع هتبقى مريحه عشان طبعا العدد فردي 7 فرق، في 6 هيلعبوا بعض 2 2 2، وهيبقى فاضل فرقه. طبعا الفرقه السبعه هتريح كل جوله. الجوله دي هتكون بيراميدز مريح، الجوله الجايه هيكون الزمالك مريح، الجوله الثالثه الاهلي، وبعد كده الفرق طبعا كلها سموحه بقى والسيراميكا والمصري وكل الفرق هتريح كل جوله. وطبعا الفرق صاعده بالنقاط بتاعتها زي ما هي. في صداره الدوري طبعا الزمالك بنفس الرصيد بيراميدز، ووراهم الاهلي بفارق 3 نقاط. طبعا منافسه صعبه ومنافسه شرسه، الكل عارف والكل متاكد ان الدوري محتاج النفس الطويل، محتاج الثقه. سيبكم من الدور الاول 6 مباريات على احر من الجمر. الثلاث فرق الاهلي وسيراميكا وبيراميدز لهم فرص خطيره. الاهلي لو كسب ال6 مباريات دون النظر لنتائج اي فريق اخر هياخد الدوري، حتى وان كان هو دلوقتي متاخر ب3 نقاط عن بيراميدز وعن الزمالك. الزمالك طبعا متصدر الدوري، لو كسب 5 مباريات يكون خلاص اقترب بنسبه 99% من بطوله الدوري، لان طبعا في مواجهات الاهلي هيلاعب الزمالك وهيلاعب بيراميدز، نفس الوضع بيراميدز هيلاعب الزمالك والاهلي وكذلك، يعني لسه هيلاعبوا بعض، ففي هنا مواجهات مباشره بينهم وبين بعض. الاهلي لو كسب الزمالك وقعه بقى زيه في النقاط، لو بيراميدز كسب الزمالك فالاهلي هيعدي. فحسبه كده كبيره 6 مباريات، لو اي فريق اراد ان هو ياخد البطوله لازم يفوز بال6 مباريات دون النظر لنتائج الفرق الاخرى. انتوا بقى قولوا لي شايفين مين الاقرب يفوز بالدوري هذا الموسم؟ ترتيب كده بترتيب جدول الدوري: الزمالك، بيراميدز، الاهلي. شايفين مين الاقرب للفوز بالبطوله؟ الزمالك طبعا جهاز فني مصري زي ما انتوا عارفين، الكابتن معتمد جمال. بيراميدز طبعا الجهاز الفني اجنبي. الاهلي طبعا الجهاز الفني اجنبي زي ما هو. بيجي بقى من تحتهم سيراميكا والمصري وسموحه وانبي والفرق الثانيه، ولكن زي ما احنا عارفين وشئنا ام ابينا المنافسه محصوره طبعا بين الزمالك وبيراميدز والاهلي. الكل عارف والكل متاكد ان بطوله الدوري لن تخرج عن هذه ال3 فرق. قولوا لي شايفين مين الاقرب للفوز بالبطوله؟ مين بطل الدوري هذا العام؟ دوري صعب، دوري شرس، ولكن زي ما شفنا الموسم الماضي بيراميدز كان متصدر وكان بفارق 4 نقاط او بفارق 7 نقاط عن النادي الاهلي. كان الزمالك طبعا بعيد عن المنافسه، ورجع الاهلي وخد البطوله بعد تعثر بيراميدز قدام فاركو والبنك الاهلي وغيرهم من الفرق. وطبعا الاهلي كسب مبارياته مع الكابتن عماد النحاس وخد البطوله. فمنافسه الدوري المصري لن تحسم الا مع اخر مباراه. شايفين انتوا مين الاقرب؟ توقعاتكم، احساسكم، امنياتكم. طبعا اكيد كل واحد بيتمنى الفرقه اللي هو بيشجعها، ولكن انت توقعك، احساسك على ارض الواقع، شايف مين الفرقه اللي تقدر تستمر وتصمد لحد النهايه وتاخد البطوله؟ قولوا لي في التعليقات شايفين مين البطل. طبعا لسه فيديوهاتنا مستمره وتغطياتنا مستمره حتى نهايه البطوله. يا ترى مين بطل الدوري هذا العام؟ بشكركم، والى هذا الحد سنكتفي، والى اللقاء.